المنطقة 51 من أغرب الأماكن اللي كاينين في العالم. المنطقة اللي تنسجات عليها أساطير وروايات ما كتدخلش العقل، وكيقولوا باللي داك المكان كيداروا فيه تجارب وأبحاث على الحياة خارج كوكب الأرض، واللي ممكن تهدد الأمن والسلامة ديال الناس اللي عايشين في هذا الكوكب. وكاين اللي كيقول باللي ديك البلاصة هي معقل ديال الفضائيين اللي كانوا جاو في منتصف الخمسينيات لكوكب الأرض. ولكن واخا هادشي كامل اللي سمعتي، كاينين بزاف ديال الناس المجانين في هذا العالم اللي مستعدين يواجهوا الموت في سبيل انهم يرضيو الفضول ديالهم. فمثلا هاد خوتنا اللي غادي ندوي عليهم اليوم خداو قرار باش يدخلوا لاخطر مكان كاين في العالم، وباش دير هادشي خاصك تكون حمق وما عندكش شي حاجه سميتها الخوف في قلبك. تخيل ان هاد الناس تحداو هاد المخاطر كامله وتجاوزوا هادشي كامل اللي قلنا على قبل حاجه وحده، واللي هي يعرفوا شنو كاين تما. اليوم غادي تعرفوا بزاف ديال الحوايج على المنطقه 51. ولكن قبل ما نبداو، الا كان كيعجبكم هذا المحتوى اللي كنقدمه خليو لينا لايك واشتراك باش يزيد يطلع هذا الشيء بزاف ديال الناس. ما نطولش عليكم بزاف، مشينا. المنطقة 51 من أكثر المناطق الغامضة اللي كاينة في العالم، وخليوني نبدا لكم بتعريف بسيط على هذه المنطقة ولاش تسمات ب 51. كيقولوا باللي تسمات بهذا الاسم نسبة للولايات اللي كاينين في أمريكا واللي العدد ديالهم 50، واعتبروا هذه المنطقة المخيفة هي الولاية رقم 51، بحال زعما شي ولاية مستقلة بذاتها. هادشي اللي قلت لكم ماشي شي حاجة أكيدة، ولكن كيبقى احتمال معقول وكيتقبلوا العقل. المنطقة 51 هي قاعدة عسكرية كاينة في الجزء الجنوبي من ولاية نيفادا في شمال غرب ولاية تكساس. هذه المنطقة نشأت من بعد الحرب الباردة اللي كانت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ومن هنا غادي تبدا القصة ديال المنطقة 51. في البداية قالت الحكومة الأمريكية باللي هذه القاعدة نشأت باش يتجربوا فيها الطائرات الحربية والأسلحة الجداد. حتى لحد هنا كلشي واضح وكلشي معقول ومنطقي، ولكن من بعد هادشي الناس اللي ساكنين قراب من المنطقة كيحكيو باللي بداو كيشوفوا شي حوايج غراب وما كانوش موالفين يشوفوهم من قبل. بداو كيشوفوا مركبات واطباق طائره وشي ضواو هابطين من السماء ديريكتومون لداخل المنطقه. ومن هنا بداو كيخرجوا دوك النظريات المخيفه على هذه البلاصه، وبداو الناس كيتسائلوا على شنو كيوقع في ديك المنطقه. وهنا الحكومه كانت اوبليجي باش تعطي شي تفسير منطقي للشعب اللي كان في حاله قلق. فخرجوا قالوا باللي هذوك الطائرات كيدار لهم التيست وما عندهم مناش يخافوا، ولكن الناس ما تاقوش بداك الكلام حيت كانوا ديجا موالفين يشوفوا طائرات على خلاف هادشي اللي شافوا. من بعد هادشي بوقت قصير وبالضبط في 8 جويي 1947 غادي توقع حادثة روزويل واللي غادي تقلب الامور راسا على عقب. غادي يبان واحد الصحن فضائي في صحراء نيو مكسيكو واللي كيشبه لشي مركبة فضائية. غالب الناس اللي كانوا تما وحضروا لهاد الواقعة اكدوا هادشي وقالوا باللي هذيك مركبة فضائية، وقالوا باللي ما عمرهم شافوا شي حاجة في هكا. واللي غادي يزيد ياكد هاد الشكوك هو انه من بعد ساعة واحدة من وقوع هاد الحادثة الحكومة الامريكية غادي تعلن حالة طوارئ وغادي تمنع الناس يقربوا لديك البلاصة ولا يدوزوا من تما، وما عطاتش شي تفسير ولا قالت لهم علاش، عطاتهم الامر وهما خاصهم ينفذوه. وهذا الشيء زاد فعلا اكد الشكوك اللي كتقول باللي ديك البلاصه فيها كائنات فضائيه كيعيشوا تما. من بعد هذا الشيء بدات الدوله كتوضع قوانين باش تحمي المنطقه 51 وتمنع الناس يوصلوا ليها. فمثلا قسمات المنطقه لثلاثه ديال الاقسام. القسم الاول اللي وصلتي ليه غادي تخلص غرامه ماليه اللي كبيره بزاف وكتوصل لالاف الدولارات، والقسم الثاني غادي تدخل للحبس وتبقى فيه مده طويله. اما القسم الثالث فإلا وصلتي ليه فمن حق الامن يتيريو فيك وتقدر تفقد حياتك. من بعد هادشي كامل اللي وقع غادي يبداو يبانوا فيديوهات الاشكال فضائيه غريبه ومشوهه. الغريب في الامر هو انه كل ما كانوا كيتلاحوا هاد الفيديوهات كيدوز شويه ديال الوقت وكتمسحهم اداره اليوتيوب، وهذا الشيء كيوضح الخطوره ديال الامر والاهميه ديالو بالنسبه للدوله. من بعد هادشي كامل اللي وقع وظهور هاد الكائنات عاوتاني غادي تخرج الحكومه الامريكيه باش تعطي تفسير لهذا الشيء اللي واقع، وغادي تقول باللي هاد الاجساد تشوهات بسبب الاشعه النوويه. ولكن عاوتاني الناس ما تاقوش بهادشي. الاهميه ديال هاد المنطقه كتبان في الاجابات ديال رؤساء امريكا واللي كتكون غالبا اجوبه دبلوماسيه وكيحاولوا يهربوا من الاسئله. فغالبا كنظن باللي هذا الشيء اللي كاين حول هذه المنطقه، وهذه هي المعلومات اللي موجوده دابا وما خفي اعظم. وكيف ما قلت لكم في الاول دابا غنساليو مع واحد الجوج اللي خلاو هادشي كامل اللي قلنا وواجهوا هاد المخاطر كامله ومشاو دخلوا لديك المنطقه. كيف ما قلت لكم باللي المنطقه 51 كتقسم لثلاثه ديال الاقسام. هاد الجوج مغامرين كانوا راكبين على واحد الموطور وبقاو داخلين توصلوا لواحد البلاصه ولقاو هاد اللافته واللي مكتوب فيها ممنوع دخول هذه المنطقه، وتقريبا ما كاملاش 25 ثانيه توقفوا عليهم رجال الامن. وكثر من هاد الشيء هزوا عليهم السلاح. ونخليكم مع هاد الفيديو.
not gonna tell you again. Turn around. You got anything on you? No, sir. والبلان اللي غادي يخليك تشك هو من بعد هادشي كامل اللي وقع، هاد جوج مغامرين ما بقاش بان ليهم الاثار وما بقاو بوسطا والو في القناه ديالهم لمده ديال 4 سنوات. تخيل 4 سنين ما حطوا والو لا في فيسبوك ولا انستغرام، وما بقاش عندهم اتصال بمواقع التواصل الاجتماعي. الناس بداو كيتسائلوا على سبب هذا الغياب وبغاو يعرفوا شنو واقع، ولكن من بعد 4 سنين واحد فيهم كان لاح فيديو في يوتيوب وقال باللي باقي عايش، والفيديو ضرب اكثر من 7 مليون مشاهده، ومن بعد عاود غبر عاوتاني. هادشي اللي كان عندي اليوم. نتمنى يكون الموضوع ديال المنطقه 51 نال الاعجاب ديالكم. الا عندكم شي اقتراح خليوه لي في لي كومونتير. نتمنى يكون الموضوع ديال المنطقه 51 نال الاعجاب ديالكم. الا كان عندكم شي اقتراح خليوه لي في لي كومونتير. ما تنساش تخلي لايك واشتراك باش الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. كان معكم سكانومان، نتلاقاو في فيديو الجاي والسلام عليكم.